تفتكر الصين دي بلد التكنولوجيا والعالم؟ أيوة صح، بس استنى شوية. الصين فيها حاجات لو شفتها بعينك مش هتصدق إنها في كوكب الأرض أصلا، من طقوس أغرب من الخيال لعادات هتخليك تقول هم إزاي عايشين كده. ده مش فيديو عادي عن الصين، لأ، ده فيديو عن الصين اللي محدش بيحكي لك عنها. في الصين رقم 4 ملعون، عارف ليه؟ عشان نقطة قريبة من كلمة الموت. يعني لو في عمارة فيها دور رابع تلاقيهم كاتبين 5A أو 3B عشان محدش يتشائم منها. وفي المقابل رقم 8 يعتبر مقدس، الناس بتدفع فلوس عشان تكون في الرقم ده، أو رقم عربيتها أو رقم تليفونها. تخيل إنك تدخل مطعم وتلاقي قايمة فيها لحم كلب، عقارب وصراصير مقلية. آه والله. في مدن زي كونغوتشو دي طبيعة جدا، بل في ناس بتؤمن إن الأكل في الحاجات دي بيدي قوة وطولة عمر، وأكتر من 10 مليون كلب بيتاكلوا سنويا هناك. تفتكر الجنازة لازم تكون حزينة في الصين؟ لأ، في بعض القرى بيجيبوا رقصات في الجنازات عشان يودعوا الميت بفرح، ويقول لك كل ما كانت الحفلة صاخبة كل ما الميت يعيش في راحة في العالم الآخر. الشرطة حاولت تمنع الظاهرة دي سنة 2018، بس لسه موجودة في بعض المناطق. في مناطق في نيبال والصين الغربية فيها طقوس اسمها زواج الطفلة من الإله. البنت الصغيرة بيتقال عليها كوماري، إله الأرض. بيجوزوها جوازة رمزية لإله هندوسي، وبعد كده تعيش في معبد لحد ما تبلغ. ساعتها الإله بيسيبها ويتجوز بنت جديدة. تخيل طفل عندها 7 سنين بيعملوا معاها كل ده، وبعد ما ترجع إنسانة عادية فجأة ولا كأن حصل أي حاجة. بدل ما يروح للدكتور عندهم علاج غريب، بيولعوا نار فوق ظهر البني آدم ويحطوا كحول وورق، ويقولوا لك ده بيسحب الطاقة السلبية، والناس بتدفع عليه آلاف اليونات. في مدينة كومينغ في سوق بيبيع فيه كل حاجة حية، تعابين، عقارب، ضفادع، وناس بتشتري مش للزينة لكن لأغراض طبيعية أو طقوس سحرية. بيتباع هناك أكتر من 500 نوع من الكائن الحي. في الصين فيها أكتر من 30 مليون بني آدم عايشين في كهوف. آه والله، مش فقراء ولا لاجئين، ناس عادية جدا. بيوت بيسموها يادونغ، مبنية في الجبل. الحرارة فيها متوازنة طول السنة، والناس شايفة إنها أوفر وأنظف من الشقق بكتير. بلد فيها مليار وأربعة مليون إنسان، ومع ذلك لسه محتفظة بعادات عمرها آلاف السنين. بلد تمشي فيها تلاقي الذكاء الاصطناعي في الشارع، وفي نفس اللحظة تلاقي طقوس بدائية بتحصل في بيت جنبك. الصين مش بس دولة، ده كوكب لوحده وملوش علاقة بالدول اللي جنبيه. يا رب يكون عجبك الفيديو. السلام عليكم.